ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل النهاردة مربى الفراولة زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، قوام ولون وطعم حاجة كده بسم الله ما شاء الله، من غير بقى اي مواد حافظة ولا الوان صناعية. وهقول لكم على طريقة التسوية المظبوطة وطريقة الحفظ بتاعتها. وكمان هنعمل سندوتشات المدرسة من مربى الفراولة اللي كل أولادنا بيحبوها وبيعشقوها. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا كيلو من الفراولة، هنغسله غسلة محترمة علشان بيبقى فيها رملة يعني وتراب وكده. بعد كده هناخدها نصفيها في المصفى لحد ما تنشف المية بتاعتها. وبعدين نقطعها قطع صغيرة او كبيرة زي ما انت عايزة، وممكن ما تقطعيهاش خالص، وممكن تقسمي الواحدة 2 زي ما تحبي وتفضلي يا ست الكل. انا هنا قطعتها حلقات كده متساوية زي ما انتوا شايفين. وطبعا الفراولة بتاعتنا ما فيهاش قطع بيضة ولا اي حاجة. هننزل بقى بمقدار السكر بتاعنا. انا عاملة على كيلو الفراولة المج السكر بتاع الشاي العادي اللي هو 250 جرام. هو دوت المعيار اللي بستخدمه في جميع انواع المربات. بعد كده بقى هنحطه كده على الفراولة ونبيتها ليلة كاملة مع التقليب لحد ما تنزل العسل بتاعها، لان العسل بتاعها دوت هي اللي هنسويه فيها، مش هنضيف اي مية خارجية. بعد كده هنشيل بقى المربى، هنحطها كده على النار على تسوية او على درجة حرارة متوسطة، بين الهادية وبين المتوسطة. ما تكونش درجة حرارة عالية عشان ما تفرش منك. وطبعا اثناء التسوية مش هنغطي الفراولة خالص. بعد كده مع الغليان هيظهر الريم، هنشيله بالمعلقة ونحاول نشيل الريم التقيل، بس الريم الخفيف هيختفي مع الغليان والتسوية. بعد كده هنعصر عصير نص ليمونة علشان تعقد معانا وتربط معانا. بعد كده هنضيف كده نطرة من ملح الليمون، وملح الليمون هنا هو المادة الحافظة. وكمان هيدي كده للمربى بتاعتنا اللمعة اللي بنلاقيها في المربات الجاهزة. وكمان هيديلها المطة برضو اللي بنلاقيها في المربات الجاهزة. يعني ليه فايدة، وطبعا مفيد جدا ومهم جدا، وبيساعد ان الفراولة تقعد معانا اطول وقت ممكن من غير ما تعمل عفونة ولا اي خسارة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا هنا بقولك ما تغليش الفراولة زيادة عن اللازم علشان ما تنشفش منك، وعلشان كمان لونها ما يغمقش معاكي. احنا اللون بتاعنا ممتاز جدا، والقوام تحفة جدا، والتسوية بتاعتنا 10 على 10. هي هنا كانت لسه سخنة، عملنا لها الاختبار بتاعها زي ما انتوا شايفين، والاختبار طالع ناجح من اول مرة. انا صراحة عملته وهي على النار بس ما نزلش في التصوير. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل ما نسيب الفراولة تبرد وتاخد وقتها تدينا بقى القوام الممتاز وتتقل معانا. وهنا بقى هنعبيها في البرطمان، والبرطمان بتاعنا لازم يكون ناشف، يعني مغسول ومنشفاه كويس جدا علشان يحافظ لنا على المربى بتاعتنا. هنعبي بقى كده البرطمان، وهتعمل معانا كمية وفيرة جدا، يعني احنا كده وفرنا. وطبعا القوام واللون والطعم اقسم بالله احلى من الجاهزة، مفيش مقارنة بينها وبين الجاهزة خالص. وكل ما تقعد معانا بتحلو وتزيد حلاوتها. وشايفين لونها، اللون تحفة، والقوام حاجة بسم الله ما شاء الله. عملنا برطمان 500 جرام، وكمان هنا معانا برطمان كمان. البرطمان دوت عبارة عن 400 جرام، كان فيه عسل نحل. يعني عملنا كمية محترمة من كيلو الفراولة. وطبعا الفراولة ديت مش كانش وقتها، هي احنا دلوقتي الجو شتاء بس بالصدفة لقيناها موجودة قدامنا، طبعا جبنا منها. طبعا الفراولة اللي هي البناتي او البلدي بتبقى وقتها في شهر 4 و5، وهي اللي بنخزن منها. فراولة التخزين بتبقى في شهر 4 و5. الفراولة ديت نوع اسمه سافانا.
بس زي ما شفتوا معايا في الفيديو لونها جميل وغامق، الأحمر الغامق الحلو، وما فيهاش أي قطع بيضة. احنا تقدري تضربي بقى الفراولة بتاعتك بالهاند بلندر أو الخلاط، احنا هنا بنحبها قطع. بس لو ضربتيها بالهاند بلندر أو الخلاط لابد انك ترجعيها على النار تاني، علشان ايه؟ ما يكونش فيها مية، تنشف المية اللي فيها، يعني 5 دقايق غليان كمان على نار واطية بقى، علشان ايه؟ تنشف المية بتاعتها، علشان ما تعملش اي عفونة او خساير معانا في المربى. هنا بقى بنعمل السندوتشات بتاعتنا، سندوتشات المدرسة او للفطار او للعشاء، زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة اللهم بارك. وطبعا احنا عارفين ان الفراولة كلها قيمة غذائية ومفيدة جدا للبشرة ولمحاربة التجاعيد، ومفيدة جدا لسلامة القلب، وحلوة جدا للضغط برضو، وحلوة جدا للدايت. هنا بقى هنقدر نحتفظ بالمربى بتاعتنا ونشيلها على الرف في التلاجة عادي خالص، ولو هتحفظيها فترة طويلة تقدري تشيليها في الفريزر، بس ما يكونش البرطمان ازاز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونرد، والفيديو بتاعنا غني بالمعلومات عن كونه وصفة ومقادير. أتمنى أكون وفيت وكفيت في الشرح. وهنا بقول لكم شايفين كده القوام بتاع المربى وسر اللمعة بتاعتها بيرجع لملح الليمون. وعند الاستخدام نستخدم طبعا معلقة ناشفة ما يكونش عليها ولا نقطة مية، للمحافظة على الفراولة أطول وقت ممكن. كمان برضو بالنسبة لمعيار السكر هو مناسب جدا ليا، تقدري تزودي او تقللي حسب راحتك يا ست الكل، وحسب ما انت متعودة وحسب ما تفضلي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم دعوة حلوة من قلبكم.